اليوم اولا كنشكر الصحافه اللي كتغطي هذه الحمله اللي هي عباره عن يعني عقد شراكه ما بين المنظمه الكشفيه شمال المغرب والوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه بجهه العيون الصقيره الحمراء الداخله والذهب. اليوم الرابع من المرحله الاولى، يعني اللي هي عنوان ديالها او شعارها من اجل دراجه امنه لنضاعف الحذر، وهي حمله توعويه تحسيسيه لفائده الدراجين او الدراجات الناريه او مستعملي الدراجات الناريه، وفي نفس الوقت لمستعملي الطريق بصفه عامه، وكذلك اصحاب السيارات من طبيعه الحال. هذه الحمله تاتي في خضم يعني المشروع التي تقدمه الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه مركزيا وتنزله على صعيد الجهات والاقاليم. ونحن كمنظمه كشفيه شمال المغرب هذه هي الشراكه الثالثه مع هذه الوكاله التي نشكرها بالمناسبه. الخدمات التي تقدمها من اجل التوعيه والتحسيس، من اجل يعني ان نقدم خدمه للمواطنين وتوعيه المواطنين والمواطنات ب يعني السلامه واخذ الحيطه والحذر واستعمال الطريق بطريقه امنه لسلامتهم. المستفيد كما قلت لك يعني نستهدف فيها الدراجين او ركوب راكبي مستعملي الدراجات الناريه وكذلك الهوائيه وكذلك الراجلين والسيارات كذلك. كما تبعتوا معنا يعني اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال الطرق ديال شارع محمد فاضل السملالي المعروف بشارع الميناء، وكذلك بالتقاطع مع شارع بوحنيني. هذه النقطة اللي كنستهدفوها اليوم لإطلاق هذه الحملة أو استمرار هذه الحملة في يومها الرابع، اللي كتعرف يعني واحد الكثافة السكانية كبيرة وكتعرف واحد الحركيات مرورية كبيرة جدا. واختيارنا لهذا الوقت بالضبط من يعني من اليوم هو يعني هذا الوقت كتكون فيه حركة السير والجولان مكتظة، وكتكون فيه يعني الاستهداف أكثر أو الاستفادة أكثر. وكنشكر يعني القادة والقائدات اللي كيتواجدوا معنا في هذا المدار، اللي كيقوموا بواحد الحملة كبيرة جدا من أجل التوعية ومن أجل استمرار هذا البرنامج. في اطار البرنامج السنوي للمنظمه الكشفيه شمال المغرب المكتب المركزي، وفي اطار الشراكه المبرمه مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، كنقوموا اليوم بهذه الحمله في مجموعه ديال المدارات في مدينه الداخله، في اطار هذه الحمله اللي كتكون توعويه لفائده الدراجات الناريه والدراجات الهوائيه والراجلين تحت شعار من اجل دراجه امنه لنضاعف الحذر. هذه العمليه اللي المده ديالها 40 يوم غتستهدف مجموعه ديال المدارات وكذلك المؤسسات التعليميه اللي غادي نقوموا بها بالتوعيه والتوجيه لمجموعه من السلوكيات الخاطئه اللي كتقام على مستوى الشارع العام، وكذلك اللي كيقوموا بها التلاميذ ديال المؤسسات التعليميه. وكنحثوا كذلك الناس على باش انهم يحاولوا على بالنسبه بالاخص لاصحاب الدراجات الناريه انهم يستعملوا الخضى، وبالنسبه للراجلين يحترموا مام الراجلين ويعاودوا ينتبهوا مزيان ملي كيبغيو يقطعوا الطريق ولا شي حاجه بحال كينتبهوا مزيان، لان الا انتبه كيكون كذلك وقايه ليه، لا بالنسبه لمستعمل الطريق ولا بالنسبه للراجلون. دراجة آمنة نضاعف الحذر.